السلام عليكم ورحمة الله. عاملين يا جماعة؟ أتمنى أن تكونوا بخير. النهاردة سنبدأ الفيديو الثاني الجديد إن شاء الله. نحن سنبدأ الحوار، وهنا اللغة العربية فصحى، وهنا اللغة المصرية عامية، يعني اللهجة مصرية عامية. طيب، المدرس هنا اللغة الفصحى يسأل: أين حامد؟ أين حامد؟ أين حامد؟ يعني where is حامد. هنا اللغة الإنجليزية، لو بعض الناس يعني لا يستطيع أن يفهم اللغة العربية معناها، لهم يعني هم يفهمون بهذا اللغة، يعني اللغة إنجليزية. طيب، المدرس يسأل: أين حامد؟ واللغة المصرية يعني اللهجة المصرية، مدرس: فين حامد؟ فين حامد؟ أين حامد؟ اللغة الفصحى، واللغة العامية مصرية: فين حامد؟ هنا اللغة الفصحى: عمر يعني يرد على السؤال: سيأتي بعد قليل إن شاء الله. سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هنا أيضا اللغة الإنجليزية يعني معنى دي اللغة العربية هنا موجود: سيأتي بعد قليل إن شاء الله. عمر يرد الأستاذ: سيأتي بعد قليل إن شاء الله. واللهجة المصرية العامية: عمر يتكلم أو يرد: هيجي بعد شوية إن شاء الله. هيجي بعد شوية إن شاء الله. يعني في اللغة الفصحى سيأتي، وهنا اللغة المصرية يعني اللهجة المصرية هيجي. ها سا يعني ها، وجيم يعني مصريون ينطقون جيم يعني غين، هكذا. وبعض المصريون كمان يعني بعض المصريون أيضا هم يستخدمون جيم يعني جيم، هكذا: هيجي أو هيجي. بعد شوية إن شاء الله، بعد شوية يعني بعد قليل. واللغة الفصحى المدرس يسأل: أين ذهب حامد؟ أين ذهب حامد؟ أين ذهب حامد؟ واللهجة المصرية يعني حامد راح فين؟ حامد راح فين؟ أو فين راح حامد؟ لو أنت يعني تتكلم، لو أنت تسأل حامد راح فين، أو لو تتكلم فين راح حامد، اتنين يعني اثنين ما بعد صحيح، صحيح كده، حامد راح فين أو راح فين حامد، هكذا. لكن لو أنت في اللغة الفصحى لو أنت تسأل ذهب أين حامد، هكذا مش يعني ليس صحيحا، لأن قواعد لازم يعني نحن نتكون اللغة العربية بالقواعد العربية، هكذا. يعني أين ذهب حامد، يعني نعرف هنا ذهب حامد. لو نحن نتكلم حامد ذهب، هكذا الأشياء يعني غلط، لأن ذهب يعني ذهب، هنا موجود فعل، وهنا حامد يعني فاعل، هكذا. لازم نحن نبدأ يعني بالفعل، بعدين حامد يعني مفعول، يعني بعدين أولا فعل، بعدين فاعل، بعدين مفعول، هكذا نحن ندرس من القواعد العربية. طيب، المدرس: أين ذهب حامد؟ واللهجة المصرية: حامد راح فين أو فين راح حامد. واللغة العربية فصحى: عمر يتكلم: رأيته هو يدخل إلى الحمام. رأيته هو يدخل إلى الحمام. رأيته هو يدخل إلى الحمام. وعمر يتكلم يعني اللهجة المصرية: شفته وهو داخل الحمام. شفته وهو داخل الحمام. شفته يعني رأيته، وهو يدخل إلى الحمام يعني هو داخل الحمام. واللغة العربية فصحى المدرس: وأين يوسف؟ وأين يوسف؟ وأين يوسف؟ اللهجة المصرية: فين يوسف؟ فين يوسف أو يوسف فين. نحن برضو يعني نستطيع نتكلم فين يوسف أو يوسف فين، لكن في اللغة الفصحى لازم
أين يوسف، هكذا. لو نحن نتكلم يوسف أين، يعني بعض الناس يضحكون. هنا يعني اللغة الفصحى، عمر هو يعني يرد. خرج من الفصل ودخل المستشفى لعله مريض. خرج من الفصل ودخل المستشفى لعله مريض. دي عمر هو يرد على السؤال. خرج من الفصل ودخل المستشفى لعله مريض. واللهجة المصرية، عمر يرد في اللهجة المصرية يعني في اللغة العامية: طلع من الفصل ودخل المستشفى، ممكن يكون مريض. ممكن يكون مريض. طلع من الفصل ودخل المستشفى، ممكن يكون مريض. طلع يعني خرج. وبرضو يعني في اللغة الفصحى أيضا يعني يستخدمون طلع، لكن مصريون يستخدمون يعني في اللغة العامية أو في اللهجة المصرية بتاعهم يعني طلع كثير. طلع من الفصل ودخل المستشفى، ممكن يكون مريض. وهنا اللغة الفصحى: خرج من الفصل ودخل المستشفى لعله مريض. واللغة العربية فصحى: المدرس. مدرس يتكلم شفاه الله، شفاه الله. واللهجة المصرية يعني المصريين يستخدمون ربنا يشفيه، ربنا يشفيه. واللغة الفصحى: عمر يتكلم: يا أستاذنا رجع يوسف من المستشفى. يا أستاذنا رجع يوسف من المستشفى. رجع يوسف من المستشفى. واللهجة المصرية، عمر يتكلم في اللهجة المصرية يعني في اللغة العامية: يا أستاذنا يوسف جه. يوسف جه من المستشفى. يوسف جه من المستشفى. أو برضو مصريين يستخدمون يوسف رجع، يعني هناك رجع جيم. يعني بعض المصريون يعني مثلا أهل القاهرة، يعني في القاهرة بعض الناس يستخدمون جيم يعني غين. وأهل الصعيد موجود في مصر هم يستخدمون جيم يعني جيم، هكذا. يعني مثلا المصريون يستخدمون قلم يعني قلم، لكن أهل الصعيد هم يستخدمون قلم يعني قلم غين. وجيم جيم مصريون يعني في أهل القاهرة هم يستخدمون جيم يعني غين رجع، هكذا. مثلا مسجد، لكن أهل الصعيد هم يستخدمون بعض يعني بعض المحافظات هم يستخدمون في أهل الصعيد يعني مسجد، زي فصحى مسجد، لكن أهل القاهرة هم يستخدمون مسجد، هكذا. طيب لو أنت تتكلم جه أو جه أو رجع أو رجع، يعني اثنان يعني ما بعد هم يفهمون. طيب يا أستاذنا يوسف جه، أو يا أستاذنا يوسف رجع من المستشفى. والمدرس اللغة الفصحى يتكلم: تعال يا يوسف هل أنت مريض؟ تعال يا يوسف هل أنت مريض؟ تعال يا يوسف هل أنت مريض؟ واللهجة المصرية يستخدمون تعال يا يوسف. تعال يا يوسف أنت مريض. وأيضا يستخدمون تعال يا يوسف أنت عيان. عيان يعني مريض، مريض عيان تعبان. هكذا الأشياء هم يستخدمون في اللغة العامية. مريض أيضا لو حد يتكلم، لو أنتم تتكلمون هل أنت مريض هم يفهم. برضو لو أنت تتكلم هل أنت عيان برضو يفهم. لو أنت تتكلم أنت تعبان برضو هم يفهمون. يعني ثلاثة كلمات هم يعني يستخدمون في اللغة العامية. طيب هنا اللغة الفصحى: تعال يوسف هل أنت مريض. هنا للسؤال هم يسأل المصريون يسأل كده: تعال يوسف أنت مريض ولا إيه؟ أنت مريض ولا إيه؟ أنت مريض ولا إيه؟ أو أنت عيان ولا إيه؟ أو أنت تعبان ولا إيه؟ 3 كلمات. واللغة العربية فصحى: يوسف لا يستثنى، أنا لست مريض، بل ابن عمي مريض وهو في المستشفى. لا يستثنى، أنا لست مريض، بل ابن عمي مريض وهو في المستشفى. يوسف يتكلم أو يوسف يرد: لا يستثنى، أنا لست مريض، بل
ابن عمي مريض وهو في المستشفى. واللهجة المصرية العامية يعني يوسف يرد كمان: لا يا أستاذ، ده ابن عمي هو اللي مريض، ده ابن عمي هو اللي مريض. هكذا هم يستخدمون، يعني يا أستاذ، يا أستاذ ده ابن عمي هو اللي مريض. أو تقدر تتكلم، يعني تستطيع أن تتكلم ابن عمي أو ده ابن عمي، يعني ده يعني هذا، ده ابن عمي يعني هذا ابن عمي. هكذا يا أستاذ ده ابن عمي هو اللي تعبان. أو تستطيع تستخدم يا أستاذ ده ابن عمي هو اللي عيان وفي المستشفى. هكذا يعني مريض، تعبان، عيان، دي 3 كلمات معناها واحد، متشابهات. طيب هنا يوسف يتكلم اللغة الفصحى: لا يا أستاذنا، أنا لست مريض، بل ابن عمي مريض وهو في المستشفى. وهنا اللغة المصرية: لا يا أستاذ، ده ابن عمي هو اللي مريض، أو ده ابن عمي هو اللي تعبان، أو ده ابن عمي هو اللي عيان وفي المستشفى. المعلم يتكلم: الله يشفيه ويعيده إلى بيته سالما معافيا. المعلم يعني مدرس: الله يشفيه ويعيده إلى بيته سالما معافيا. واللهجة مصرية يعني عامية يتكلمون: رب يشفيه ويرجعه لبيته بخير وسلامة. هكذا يعني اللغة العربية يتكلم فصحى: الله يشفيه ويعيده إلى بيته سالما معافيا. واللهجة مصرية: رب يشفيه ويرجعه لبيته بخير وسلامة، ويرجعه لبيته بخير وسلامة. هكذا أو لبيته. يعني هناك للقواعد، لو احنا نستخدم لقواعد يعني اللام يعني حرف جر، لهذا لازم هنا دي مجرور. لكن هم يعني اللغة المصرية، اللهجة المصرية فيها ما فيش قواعد خالص. يعني هم يتكلمون أو بالسماع، يعني بالسماعية هم يتكلمون يعني أي حاجة كده. يعني ربنا يشفيه ويرجعه لبيته بخير وسلامة. لكن برضو أنا سمعتهم يتكلمون ربنا يشفيه ويرجعه أو ويرجعه لبيته بخير وسلامة. هكذا يتكلم. طيب يا إخواني، نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنلتقي في فيديو تاني الجديد إن شاء الله. تكونوا ألف صحة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.